تختلف تماما عن سابقاتها، لأنه اليوم سنواجه منتخب أعظم جمهور، وإن كانت هناك جائزة الذي يصر دائما وابدا على الحضور وعلى المواكبه وعلى المؤازره والسند الكبير لهذا الجيل من اجل تحقيق الهدف ومواصله المشوار في هذه البطوله. اذا دخول لاعبي المنتخبين الى ارضيه الميدان، البروتوكول الاعتيادي، عزف النشيدين الوطنيين، ثم بعد ذلك نتحدث عن التشكيل وعن الغيابات وعن المعطيات التي تسبق انطلاق هذه المباراة. حوار الدفاع في ظل غياب إلياس الحيداوي بسبب طبعا عقوبة الإيقاف نظرا لنيل بطاقة صفراء أخرى في المباراة الماضية أمام المنتخب المالي. وكما قال نبيل باها طبعا حضرنا للبلان بي البلان سي من البرازيلي المدرسة اللاتينية وبطل أمريكا الجنوبية في نسخة 2025. كل التوفيق إن شاء الله لأشبال الأطلس من أجل تحقيق الهدف والوصول إلى الدور النصف. أندريا كولومبو ومن سيتكلف بقيادة هذه المواجهة. على فكرة المواجهة رقم أو المباراة رقم 100 في هنا في أرض الدوحة هنا في قطر. نعم تتواجهان في نصف النهائي، اليوم سيواجه الفريق الخلفيوي البينية وفي التدخل ماذا هناك؟ الصافرة الإيطالية توقف اللاعب. هل المسكن موجود في الدقائق الأولى في الضربة الأولى في الفرصة يلاحظون والكارت يخرج الآن. فيس هنا التحدي يطلبه المدرب نبيل با في هذه اللحظات. إذا لا وجود لضربة جزاء يقول الحكم، لا وجود لضربة جزاء. السيناريو أنك تسجل في الدقائق الأولى تزيح عنك الكثير من الضغوطات. ممكن اليوم لا تأتيك فرص كثيرة وبالتالي أي فرصة عندها قيمة. تماس هنا محاولة الدفاعية اليوم تحديك بالحسن، يعني هذه أول مباراة. بلال سقراط هذه كرة فيها تماس، نعم رمية جانبية لفائدة ومع المدارس الأوروبية. هذه مسألة طبيعية إذا أردت المنافسة على اللقب، فمسألة عادية أنك تلعب. راية الأجواء في المدرجات، راية يعني بهذه الأجواء بهذه الأصداء كأنك تشوف مباراة وسط 25 ألف متفرج، لأن الصدى الجماهيري يصل. هو السعيدي والاستعداد للتنفيذ. نعفاوي يرفع كرة الراسية للأمام، التغطية تصيب سكري في طريقة التعامل مع الكرة الماضية. هناك خطأ فعلا. داري من المرور وخروج ممتاز لشعيب بلاروش. مونديال قبل الانطلاق بالنسبة لشعيب وبقية الأشبال. منطقة جزاء والمرور والممكن هنا، لكن في التغطية الحكم ماذا يقول؟ الحكم ماذا يقول مرة أخرى؟ بداية موفقة الآن مع الحمام. كانديدو يرفع الكرة قدام، هنا العرضية زياد مع اسماعيل يمرر الطرف الأيمن، هنا محرور لكن تغطية ممتازة مباشرة إلى تماس. كانديدو على الكرة الأجنحة تدافع، ليس كذلك اللاعب عبد العالي الداودي. كرة في وسطي الميدان، بعض الصعوبات في الخروج بالكرة. رجعت برازيلي سوليفان لاعب المنتخب الأمريكي مميز، هو صاحب الحلول في اليمنى. استلام وانتلو بابلو، والهدف الأول لفائدة المنتخب البرازيلي من أول عرضية قادمة من بابلو. وأنا قلت لكم بأن الأطراف هي نقطة قوة المنتخب البرازيلي. بابلو عندما وجد الفجوة في الجهة اليمنى هيأ الكرة العرضية. لاحظ معي من خلال الإعادة يعني دور اللاعب رقم 7 اللاعب بابلو صاحب تمريرة بالعاطرة جدا. لا داعي للمرور، تركوا المجال الثاني. هنا الكرة مرت وبابلو بعد ذلك، لكن عودة موفقة من جانب اللاعب السعيدي يتركها أو يبعدها مباشرة إلى تلعب هذه الركنية. كانديدو راح يعاني بعد استقباله لهدف عن طريق اللاعب ديل. هي لحظات يلعب الكرة في اتجاه اسماعيل العود. هذه الإعادة لمسة يد، لا لمسة حكم اسماعيل العود. كرة على الجهة اليسرى في اتجاه اللاعب منصف مدرب مدافع أكثر. هذه الكرة للأمام لكن يتركها منصف زكري الممتاز. ليس هناك خطأ، ملعوبة للأمام ولكن خروج حارس المرمى في النهاية في خطأ. احتكاك وقع وبالتالي خطأ يحتسب لحارس المرمى بيدرو، يقتنص الهدف الأول.
البرازيليين على فكرة في هذه البطولة لا يسجلون. بابلو يراوغ وبابلو في العرض، دير بالك يا بالحسن يتفرج، وفي لقطة صعبة زكري زكري يراوغ اليامور، زكري لا زالت عنده الكرة الآن، زكري يرفع زكري والرأسية بعد ذلك. هذه أول محاولة في المباراة بعد 28 دقيقة عن طريق لاعب زياد با. أتمنى أن تتكرر مثل هذه المبادرة، العرضيات بهذا الشكل اللي يتمناها مفروض على زياد، على اسماعيل، كان رافع الكرة ممكن، وحارس المرمى بيدرو سالم. خطأ آخر بلال سقراط وتسديدة والكرة تمر جانبا. أكثر شيء لازم ننتبه إليه الأخطاء الفردية، أكثر شيء لازم ننتبه إليه الأخطاء الفردية. هنا خطأ فردي من بلال سقراط. كدنا بابلو يلعب قصيرة بالكعب العرضية، وبين هذه الكرة للأمام والتغطية. الكرة في مناطقنا، في النهاية هناك دفع وخطأ يحتسب لفائدة اللاعب. هنا يسدد بابلو والكرة تمر جانبيا. سهولة كبيرة يجدها بابلو، لازم نحل يا نبيل يابا. لعب هذه بالكعب في اتجاه من اسماعيل العود إلى الركنية، ولما تأتي الركنية تذكروا جيدا بأنه في القائمة. علاقة وليد بن صلاح هي تسديدة موميو، لاعب وسط الميدان. وليد يرفع الكرة داخل منطقة جزاء رايان بالراس، رجعت القليب طول القامة لعبة بابلو بالعروش. ممتاز يا سقراط. نوعية لاعبين مغربي. اسماعيل العود، يلا يا اسماعيل، 1 على 1. اسماعيل يراوغ، اسماعيل ضربة جزاء استاذ اسماعيل العود. داربج الحكم الإيطالي لم يتردد هذه المرة في الإعلان عن ضربة جزاء، لم يتردد، والمدرب يطلب التك. سيناريو آخر، البعض يقول لك لا، البعض يقول لك نعم. في إذا بينالتي. نعم بينالتي، وأنا قلت لكم بأن العرقلة موجودة، والتنفيذ سيكون عن طريق زياد. قدم زياد يسجل زياد جول يعيد الامل للنخبه المغربيه من علامه الجزاء في توقيت ممتاز. الابن يسجل ولا بيتنفس الصوت.